ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. جيل التسعينات كان عنده ادمان لقناة سبيس تون. كان الاطفال ممكن تشوفها طول اليوم عادي، مفيش اي مشكلة، لدرجة ان الاهالي كانت بتخفي التلفزيون ايام الدراسة علشان الاطفال تركز في مذاكرتها. اللي اسس قناة سبيس تون هو فايز الصباغ، اسسها سنة 2000. فايز الصباغ كان هو اللي اسس مركز الزهرة مع ماهر الحاج سنة 1985، ودي شركة سورية بتدبلج الكرتون وخصوصا الأنمي الياباني. فجات له فكرة إنه يعمل قناة تعرض الأعمال اللي بتدبلجها الشركة. شركة الزهرة كانت بتدقق كويس جدا في اللغة العربية، وكان بيجيب فنانين محترفين بيعرفوا يتحكموا في طبقة صوتهم ويمثلوا الشخصيات كويس جدا. الشركة دبلجت كرتونات زي المحقق كونان وعدنان ولينا ودمتم سالمين، وده كان إنتاج مشترك ما بين دول الخليج. وأفلام زي العصر الجليدي وفيلم جارفيلد. في نص التسعينات ما كانش فيه قناة خاصة بالأطفال. البرامج والكرتون كانوا بيتعرضوا في أوقات محددة على التلفزيونات الحكومية، لحد في شهر مارس سنة 2000 كانت في فقرة أطفال في تلفزيون البحرين، لحد ما بقت قناة سبيستون مستقلة سنة 2002. فكرة القناة قايمة على إن طفل بيسرح بخياله وبيقعد يتنقل ما بين كل كوكب والتاني علشان يشوف أنواع مختلفة من الكرتونات والبرامج. في كواكب في القناة وكل كوكب بيقدم حاجة مختلفة، زي كوكب أكشن وكوميديا، والزهرة وزمردة ومغامرات ورياضة وبونبون وأبجد وأفلام وتاريخ. زمردة كوكب خاص بالبنات وبونبون خاص بالأطفال. القناة ليها مجلات زي مجلة همتارو وفيفي وفولا ودراجون بول وسبايدر مان، وموقع على الإنترنت بيساعد الطفل على تطوير مهاراته، وقنوات تابعة ليها زي سبيس تون انجلش وسبيس تون راديو وسبيس باور وبرامج ومسلسلات وأفلام قصيرة. وسبيس جو ده ابلكيشن على الموبايل علشان اللي بيحبوا يتابعوا الانيميشن. الفواصل برضو كانت مميزة، كانت عبارة عن فقرات تعليمية زي فقرات الإعراب علشان شرح قواعد النحو واللغة العربية، وفقرة حروف اللغة الإنجليزية. وفي رمضان كان في فقرة اسمها رسائل فانوس علشان يدي نصايح دينية الواحد يعمل ايه في رمضان. وفقرة الربابات اللي كان بيجيب صورة ربابة وهي بتعزف وتغني بشكل مضحك. وفقرة الرابط العجيب اللي كان عبارة عن سؤال اللي بيربط حاجتين مختلفين عن بعضهم وبعد كده تظهر الإجابة بشكل مفصل. من أشهر الأصوات اللي احنا كنا بنسمعها هو تركان عربي تركان، ده مغني سوري جزائري ومؤلف وملحن. ورشا رزق دي مغنية. كمان من أشهر الأصوات اللي احنا سمعناها زياد الرفاعي، يحيى الكفري اللي عمل شخصية القناع والجوكر، محمد خرمشو، أمن عمرو، الراحلة فدوى سليمان، فاطمة سعد، إنجي يوسف، محمد خير أبو الحسون، أمل حويجة، علي قاسم. في انتقادات كتير ظهرت زي فتاوى بتحرم المشاهدة بسبب التصوير والرسوم. كانوا أحيانا بيبالغوا في حذف المشاهد، يا إما علشان مثلا فيها عنف شديد أو فيها حاجات بتخدش الحياء، لحد ما كانت بتتغير القصة تماما من كتر الحذف. بالرغم ان توجه القناة كان هو توحيد الدول العربية، لكن كان اغلب الممثلين بتوع الشخصيات سوريين، واعترض ممثلين الاردن على الموضوع ده. ما ننساش ان القناة كانت محافظة على الطابع الاخلاقي للمجتمع العربي والاسلامي، وكانت بتتميز بالموضوع ده عن اي قناة تانية. اكيد كلنا حافظين اغاني سبيستون، وكلنا فاكرين حاجات كانت بتتكرر دايما زي سنعود بعد قليل، عدنا، قناة شباب المستقبل. وانا لسه لحد دلوقتي بحب اتفرج على الحاجات اللي لسه بتتذاع من اياميها. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.